نقول كده بسم الله. انا بدأت النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا جدا جدا، مهمين في الامتحان. ده رقم واحد. رقم اتنين، لا رقم صفر بقى اللي هو قبل واحد، مهمين في الحياة العملية. الحياة العملية لا تخلو من الموضوع دوت. ايه هما الموضوعين دولت؟ هنتكلم عن الشيرنج عموما. هنتكلم عن ايه؟ عن الشيرنج عموما او الفايل شيرنج. خلاص، الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه يا شباب اللي هو موضوع ايه؟ الفايل شيرنج. في الفايل شيرنج هناخد حاجتين، حاجه اسمها الان اف اس وحاجه اسمها الصامبا. دلوقتي هناخد الان اف اس وبعد البريك ان شاء الله هناخد مين؟ هناخد الصامبا. طيب ليه في الفايل شيرنج عملوا لي اثنين؟ ليه عملوا لي الان اف اس وليه عملوا لي صامبا؟ هنعرف دلوقتي حالا لما ناخد الان اف اس، وبعد لما ناخد الصامبا هنعرف ليه عملوا الصامبا، يعني ليه الصامبا اتعملت. خلاص كده يا شباب. المهم زي ما قلت لكم الموضوع ده مهم جدا جدا في الحياه العمليه. رقم صفر مهم في الحاله العمليه، رقم واحد في الامتحان. في الامتحان بتاع ادمن 1 هيجي عليه سؤال واحد بس اللي هو الكلاينت بتاع الان اف اس. اما في الامتحان بتاع ادمن 2 يا مهاب بيجي عليه 5 اسئله. الموضوعين دولت بيجي عليهم 5 اسئله. الموضوعين دولت بيجي عليهم 5 اسئله. فالفيديوهين دولت يبقوا مهمين جدا 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 لادمن 1، سوري لادمن 2 يعني اللي هو الامتحان الاول، والادمن 3 اللي هو الامتحان الثاني. اهم ما تتخيل الفيديوهين دول انت لازم ترجع لهم عشان فيهم 5 اسئله. طيب جميل جدا، سيبنا من الرغي الكتير ده علشان ايه؟ مهاب ما بيقول هنضيع وقت كتير في الموضوع ده. يلا نتكلم دلوقتي في الفايل شيرنج. ايه هو الفايل شيرنج؟ الفايل شيرنج باختصار يا شباب عباره عن سيرفيس معينه موجوده على اي اوبريتنج سيستم ايا كان، بس الاوبريتنج سيستم اللي هو سيرفر يعني ممكن الكلاينت عادي مفيش مشكله. كل مهمتها في الحياه ان هي بتعمل ايه يا مهاب؟ بديلها شويه فايلات معينه وبحدد لها مجموعه ناس معينه تقدر تاكسس الفايلات ده او الفايلات ديت. طب ليه بعمل الكلام ده؟ ليه جيت كده رحت جبت سيرفر حطيت عليه مجموعه فايلات معينه ورحت جبت سيرفيس وقلت لها انا عايزك تعملي لي شير للكلام دوت. تمام؟ طبعا لما هعمل شير ده معناه ان الناس اللي هم الكلاينت اللي جايين من النتورك هيقدروا ياكسسوا الفايلات. ايه الاسباب اللي هتعود عليا ان انا اجيب الملفات بتاعتي الشركه كلها والملفات بتاعت الموظفين احطها في مكان واحد واخلي الناس كلها تاكسسها؟ خلي بالكم للعلم بس معلومه بس بسيطه قبل ما نكمل. زمان قبل ما يكون في حاجه اسمها فايل شيرنج كان بيتم تبادل الملفات ازاي؟ عن طريق الهاردات او عن طريق الفلاشه. تمام؟ الراجل ده عايز ملفات، روح خدها ارمي لك فلاشه او ارمي لك هارد ديسك، حط لي ملفات عليها، ودي الملفات للراجل ده وتعامل معاها. طبعا اولا الموضوع ده ما ينفعش خالص خالص يا محمد. البتاعه دي انا عارف ان هي مضايقاك، اقتلها موتها عادي مفيش مشكله. تمام؟ الموضوع ده ما ينفعش خالص. ليه؟ لان في وقت كبير جدا جدا ضايع، صح كده؟ تاني حاجه في ريسورسز كتيره جدا جدا ضايعه. تالت حاجه وده الاهم، مفيش سينكرونايزيشن. يعني ايه مفيش سينكرونايزيشن؟ يعني انا دلوقتي معايا داتا، معايا ملفات معينه، الراجل اللي اسمه سبك ده اللي هو رقم 10 محتاجها، فالمفروض ان الداتا هتعدي على 10 افراد، فهحط الفلاشه عند مالك، بعد كده عمرو، بعد كده مينا، مهاب، محمد، احمد، وهكذا لحد ما توصل للسبك. على ما توصل للسبك لو افترضنا ان كل واحد هياخد بس 5 دقائق على ما ياخد الداتا بتاعته، على ما توصل للسبك هيكون عدى كام دقيقه؟ 50 دقيقه، صح؟ هيكون الداتا اللي على السيرفر نفسها في ال 50 دقيقه ديت اتكتب عليها حاجه معينه، صح؟ الحاجات اللي اتكتبت ولا الناس اللي خدت الملفات لسه مش حاسه بيها، وان شاء الله السك لما ياخد الملفات برده مش هيحس بيها، مضطر ان الفلاشه ترجع تاني للسيرفر يحط نفس الملفات ويبتدي ايه؟ يديها للراجل ده، فاصبح مفيش عمليه سينكرونايزيشن. تاني حاجه مفيش سكيورتي. ليه مفيش سكيورتي؟ انا عندي فولدر او دايركتوري بقى في اللينكس في شويه فايلات كتيره جدا بحطها على ايه؟ على الفلاشه. الفلاشه دي لما بتتحط عند اي حد كل واحد له فول اكسس على الملفات ديت، صح ولا مش صح؟ له فول اكسس. طب انا مثلا الفولدر ده فيه مثلا 50 فوق، يعني او الدايركتوري ده فيه 50 دايركتوري، انا عايز في دايركتوري معين مهاب ما يشوفوش او مثلا مالك ما يشوفوش. قال لك لا والله ما دمت بتستخدم الفلاشه هو الفولدر كله او الدايركتوري كله بالكونتنت بتاعه الراجل هيقدر يشوفه ويعمل اي حاجه. عشان كده الموضوع ده كان فاشل، فبدا قال لك لا استنى. اولا موضوع الوقت وموضوع السنكرونايزيشن وموضوع البرميشن ده مع عوامل مهمه جدا جدا. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نعمل حاجه اسمها سنترال سيرفر. ان احنا نعمل ايه يا شباب؟ نعمل سنترال سيرفر يمينا. سنترال سيرفر ده هيعمل ايه او هنعمل فيه ايه؟ هنحط في السنترال سيرفر ده كل الملفات اللي انا عايز الناس تشوفها. خلاص؟ وهعمل ايه بقى؟ هاجي على الملفات دي احط عليها اكسس كنترول ليست او بيرميشن على حسب ما انا عايز.
صح كده؟ وهخلي الناس تاكسس الملفات ديت. اصبح دلوقتي مثلا كل ماشينه بتبقى معرفه عن طريق مين؟ عن طريق الاي بي. لما بتاكسس ملفات عن طريق النتورك بتبقى معرفه عن طريق الاي بي. هاجي اقول والله الاي بي اللي هو اكس لما ياكسس الملفات دي يشوف ده كدايركتوري، يشوف الملف ده والملف ده لكن ما يشوفش دوت. الاي بي الثاني لما ياكسس يشوف الاول بس ما يشوفش الثاني ولا الثالث. فانا كده اول حاجه اتحكمت في مين؟ في البرميشن، صح كده؟ ثاني حاجه الوقت. انا لما احط الملفات بتاعتي كلها في مكان واحد وكل الناس اللي عندي كونكتد بالراجل ده، كل الناس هتشوف نفس الملفات في نفس ذات اللحظه، صح كده؟ يبقى انا وفرت الوقت والمجهود اللي انا او الريسورسز اللي انا بحط عليها الداتا بتاعتي عشان انقلها. ثالث حاجه ودي الاهم، السنكرونايزيشن. لو حصل اي تعديل في الملف ده او الملفات اللي موجوده ديت، كل الناس في نفس ذات اللحظه شافت التعديل ده. ما هو من اسمه سنترال سيرفر. نفس بالظبط السنترال سيرفر اللي احنا اخدناه في ادمن 1 او اللي احنا اخدناه من شويه كده في ادمن 1 اللي هو اللوجز. حد فاكر اللوجز؟ قلنا ده سنترال سيرفر بيكون عليه كل اللوجز بتاعتي. خلاص كده؟ يبقى دي كلها فوائد مين؟ فوائد الفايل شيرنج. خلاص كده يا شباب؟ طيب نسيبنا بقى من الرغي الكتير ده وندخل في الجزء العملي مباشره. ايه هو الجزء العملي؟ هنتكلم دلوقتي عن اول حاجه في الفايل شيرنج، الان اف اس. الان اف اس ده اختصار لايه؟ اختصار لحاجه اسمها نتورك فايل شيرنج او نتورك فايل سيرفر. بتعمل ايه الان اف اس دي؟ قال لك والله دي سيرفيس بتبقى موجوده على السنترال سيرفر دوت، بحدد لها الملفات اللي انا محتاج ان انا اعمل لها شير مع الناس اللي عندي، واحدد لها مين الناس اللي تاكسس الملفات ديت، واحدد لها البرميشن اللي الناس دي هتاكسس بيها. خلاص؟ يبقى الان اف اس يا شباب دي عباره عن سيرفيس بتنزل على السيرفر، كل مهمتها في الحقيقه ان انا بحدد لها مجموعه ملفات او مجموعه دايركتوريز، والمجموعه الدايركتوريز ديت ناس هتشوفها، فبتقول لي مين الناس اللي هيشوفوها. فلما بديلها الناس فبعد كده بتسالني انت بتقول لي طب الناس دولت 1 2 3 4 10 كل واحد من دولت عايزهم كلهم يشوفوا نفس الداتا، ولا الاول يشوف داتا الثاني ما يشوفهاش، الثالث ما يشوفش بتاعت الثاني، الرابع ما يشوفش بتاعت الثالث، وهكذا. فانا بحددها. هنشوف الكلام ده دلوقتي. الان اف اس يا شباب لما اتعملت دي اول سيرفيس في الفايل شيرنج. اتعملت امتى؟ اتعملت في الثمانينات. اتعملت امتى الان اف اس؟ في الثمانينات. طب في الثمانينات كان في اوبريتنج سيستم في الفتره ديت او كان في سيستم سيرفر عامه في الوقت ده؟ كان في اليونكس. اليونكس اصلا اليونكس موجود من 69. صح كده؟ حد فاكر الكلام ده لما اخذنا الهيستوري بتاعت اللينكس؟ يبقى لما الان اف اس اتعملت في الثمانينات، اللي هو كان فيها اصلا مين؟ كان فيها اليونكس والبي اس دي والحاجات اللي اليونكس فاميلي عموما. خلاص؟ فاذا الان اف اس كسيرفيس معموله لمين؟ معموله لليونكس، مش معموله لاي حد تاني. خلاص كده؟ طيب الان اف اس دي مش سيرفيس وبس، دي كمان بروتوكول. دي كمان ايه يا شباب؟ بروتوكول. معناها ايه بروتوكول؟ احنا عرفنا قبل كده عرفنا معنى البروتوكول معناه ايه لما اخذنا الاس اس اتش. حد فاكر الاس اس اتش؟ لما اتكلمنا عن البروتوكول اللي احنا البروتوكول ده احنا قلنا ده عباره عن سوفت وير معين او حاجه كده مكتوبه بطريقه معينه او نظام معين هو اللي بيمشي في النتورك، بيمشي في الكابلات بتاعت النتورك عشان يعمل مهمه معينه او يقدم مهمه معينه. خلاص؟ الان اف اس كبروتوكول، الراجل ده بيروح على الملفات الموجوده على السيرفر ياخدها ويمشيها في النتورك علشان كل الناس اللي متوصله في النتورك دي تقدر تشوفها. يبقى الان اف اس كبروتوكول ده عباره عن بروتوكول معين كده بيروح يمشي في النتورك ياخد الحاجه يقدم مهمه معينه. كل بروتوكول ليه مهمه معينه. بروتوكول ياخد ايميلات ويبعتها، بروتوكول مثلا يفتح سيشن على السيرفر ويجيبها لك ريموتلي، سكيور بقى او نون سكيور على حسب نوع البروتوكول ده. بروتوكول تاني ياخد ملفات ويمشي في النتورك عشان يوديها لايه؟ يظهرها لكل الناس. يبقى اذا كان اف اس كبروتوكول بيمشي في النتورك يشغل الملفات، والان اف اس كسيرفيس هي السيرفيس اللي مسؤوله ان هي تشير الملفات نفسها. يبقى اصلا اي حاجه عشان تشتغل لازم يبقى في سيرفيس هي اللي تعمل الفانكشن ديت او تاخد الحاجه دي ترميها للبروتوكول، والبروتوكول يروح واخد الحاجه دي ويوصلها لمين؟ للناس. طيب فالان اف اس هي نفسها هي البروتوكول وهي السيرفيس، يعني الاثنين نفس الاسم. ويندوز بيفهم ان اف اس؟ جاست جيف مي وان فاسوه. ما هو ده عشان كده انا قلت اتعملت في الثمانينات تحديدا، وعشان كده قلت هنفهم ليه عملوا لنا الصمت. خلاص؟ طيب زي ما قلت لكم يا شباب الان اف اس اتعملت في الثمانينات لما كان مين؟ لما كان اليونكس اللي موجود، فلما اتكتبت لمين؟ لليونكس. طب اللينكس لما جه في التسعينات، مش احنا قلنا اللينكس ابن عم اليونكس؟ اي حاجه كانت بتشتغل على اليونكس
بتشتغل فين؟ على لينكس. يبقى اذا كمان الان اف اس هتشتغل فين؟ على لينكس. ظهرت في التسعينات، يعني في منتصف التسعينات كده او في بدايه التسعينات في 93 والحاجات دي كلها بدات تظهر مايكروسوفت ويندوز بالفيرجنز بتاعتها، بعد كده 95 والحاجات دي كلها. المهم قلنا لها يا ويندوز محتاجينك ان انت تفعلي البروتوكول ده عندك جوه الكيرنل عشان تقدر تشوف الملفات. راحت الويندوز او مايكروسوفت عموما قالت لا 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 لا، الان اف اس بتاعكم ده انا ما اعترفش بيه، ماليش دعوه بيه. الان اف اس انا ماليش دعوه بيه، انا هعمل بروتوكول من دماغي خاص بيا هو اللي بيشير الملفات ويمشي في النتورك، بس مش هتعامل بالبروتوكول بتاعكم. يا ابن يا بنت الناس المحترمه، ده بروتوكول محترم وكل الناس بتستخدمه واحسن سيرفرات بالدنيا. لا 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 والله، انا عامل زي الشريك المخالف، انا احب اعمل الحاجه اللي تيجي على دماغي ما بغض النظر. يبقى اذا الان اف اس اتعمل لليونكس وفي نفس الوقت كمان مين؟ لللينكس. يبقى اول حاجه في الان اف اس ان الراجل ده بيعمل عمليه شير للفايلز ما بين مين؟ ما بين اللينكس واليونكس. الله، طب لو طبعا والماك، لان الماك بيزد على يونكس اصلا، تمام؟ طب لو عندي راجل ويندوز في النص، قال لك لا لا ما يقدرش يشوف الشير ده، هو مش ما يقدرش يشوفه عشان مش عشان الان اف اس مش بيسمح له، لا عشان الويندوز او عشان مايكروسوفت نفسها بالظبط هي اللي مش فاهماه، هي اللي مش حطاها عندها في الكيرنل عشان يتفهم. يبقى ده اول معلومه عن مين؟ عن الان اف اس. الان اف اس لما اتعمل زمان خالص يا شباب، بصوا انا كنت بقول لكم ايه؟ بيشير ملفات لمين؟ اي بي، عن طريق الاي بي. عن طريق الاي بي. فالشير هنا كان بيتم بير اي بي. مختار كده. طيب ليه انت بتقول الكلام ده؟ هقول لك عشان ديت بقى ليميت او ليميتيشن من ضمن الان اف اس. اتحلت الكلام ده، اتحل لما ظهر لنا الالداب. الكلام ده اتحل لما ظهر لنا الالداب وقدرنا نعمل انتجريت للالداب مع الان اف اس. خلاص؟ طيب هو الان اف اس الشير لما يكون للويندوز سوري، الشير لما يكون بالاي بي في مشكله؟ ايوه في مشكله. ايه المشكله؟ هي المشكله الوحيده فقط لا غير ان احنا عندنا لينكس معروف ان هو مالتي يوزر. يعني ايه مالتي يوزر؟ يعني نفس المكنه ممكن يكون عليها 50 يوزر. صح؟ يبقى اذا ال 50 يوزر ده يقدروا ياكسسوا الشير ولا لا؟ هياكسسوا الشير بنفس الصلاحيات. بنفس صلاحيات مين؟ الاي بي نفسه. لان انا هنا لما بحدد البرميشن بحددها الاي بي، فكل الناس اللي خارجه من نفس الاي بي تقدر تشوف الملفات بنفس البرميشن. طب مالك وعمرو على نفس الاي بي يقدروا يشوفوا نفس الفايلات بنفس البرميشن بنفس كل حاجه. طب انا عايز مالك يشوف حاجه وعمرو ما يشوفهاش، قال لك لا والله ما دام طالعين منها مع نفس المكنه دي ما اقدرش اعملها، بس مع الالداب تقدر تتعمل عادي مفيش مشكله. يبقى دي اول ليميت او يعتبر ثاني ليميت. تمام؟ الان اف اس مش بتسبورت حاجه اسمها اليوزر اوثنتيكيشن، اللي هي مش بتسبورت ان انت تلوجن على على الشير بيوزر نيم وباسورد. تقول لك لا 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 والله انا بشير بالاي بي. خلاص كده يا شباب؟ بس زي ما قلت لكم دي اتحلت لما اتعاملنا الالداب، يعني دي برضه اتحلت، يعني الالداب برضه حلها لنا. خلاص؟ اخر حاجه عن الراجل ده انك انت علشان، ودي بقى ميزه. بص هي ميزه وعيب. هي ميزه وعيب. ان انت علشان تاكسس الشير ان انت لازم تعمل ماونت. يعني انت لازم تروح تجيب الملفات دي تعمل لها ماونت عندك. هي دي ميزه ودي عيب. الميزه ان كده هتاكسس الشير كانه موجود عندك لوكال، فالدنيا تبقى سريعه جدا 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 والموضوع زي السكينه في الحلاوه. العيب اللي فيه ان الماونت بيفضل فاتح سيشن ما بين السيرفر والكلاينت، فبتفضل الريكوستات رايحه جايه على طول، حتى لو اليوزر ده مش عايز الفايلات بتفضل الريكوستات رايحه جايه، ففي ترافيك ضايع حتى لو انا مش بستخدمها. خلاص؟ فدي تعتبر ميزه ايه؟ ميزه وعيب. ديت شويه الحاجات او شويه المعلومات الخاصه بمين يا شباب؟ شويه المعلومات الخاصه بالان اف اس. كده احنا خلاص تقريبا خلصنا مين؟ خلصنا النظري بتاع الان اف اس. الان اف اس ده عباره عن سيرفيس بتشير ملفات لكل الكلاينتس او كل الاجهزه الموجوده عندي في النتورك. ممكن يكون لينكس هياكسسه، ممكن يكون يونكس هياكسسه زي الفل مفيش اي مشكله. الشير بيتم عن طريق الاي بي. السيرفيس دي مش بتسبورت اليوزر اوثنتيكيشن خالص، لا مالهاش دعوه، انت هتاكسس بالاي بي. عشان تاكسس الشير وتلعب في الملفات زي ما انت عايز، تقرا تشوف تعدل على حسب البرميشن بتاعتك اللي انت هتاخدها، لازم تعمل ماونت للشير. الماونت طبعا احنا كده عارفينه، هنشوف بس الحته الزياده فقط لا غير في الماونت ايه؟ اللي هو نكتب الاي بي بدل مسار. تمام؟ ندخل بقى في الجزء العملي، ازاي اعمل عمليه انستول بقى للراجل المحترم اللي اسمه الان اف اس. ازاي اعمل عمليه انستول واعمل كونفيجريشن ليها، وبعد كده اروح للكلاينت اخليه اكسس الشير دوت. خلاص؟ في قاعده عامه عايزين، ما اعرفش انا عملتها معاكم في اللوجز ولا لا.
واحنا بنتعامل مع اي سيرفيس يا مينا، هنعمل هنا كده السيرفر. واحنا بنتعامل مع اي سيرفيس محتاجين لازم الاول نعرف اسم الباكج الاول، محتاج اعرف اسم الباكج. بعد كده محتاج اعرف البورت، ما دام سيرفيس بتكلم الناس عن طريق النتورك يبقى لازم يكون الكونكشن بيتم او الرد بيتم عن طريق بورت، يعني الريكوست بيكون رايح عن طريق بورت والرد من عند السيرفر بيرد من خلال البورت ده، فلازم اعرف البورت ده عشان السكيورتي عندي خلاص، عشان اقول مين اللي يدخل من البورت ده ومين اللي ما يدخلش. ثالث حاجه محتاج اعرف اسم السيرفيس بتاعتي ايه، علشان لو عاملاها ستوب ستارت ستيتس عاملاها انيبل ديسيبل كل الكلام دوت. رابع حاجه ودي الاهم، محتاج اعرف الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس دي موجود فين عشان عايز اعدل فيها. خلاص. خامس حاجه خامس حاجه مش الاخيره يعني، خامس حاجه اي سيرفيس، خلي بالكم احنا كنا برضو قلنا كده اي سيرفيس في الحياه منقسم لثلاث حاجات، كونفيج و كونفيج وايه؟ لا باينري، ده باينري ده عشان السيرفيس نفسها وعشان الداتا. داتا بالظبط كده، برافو عليك يا محمد. ولوجز. الكونفيج ده اللي بيحدد فيه السيرفيس هتشتغل ازاي. الداتا دي الملفات اللي من خلالها السيرفيس دي بتقدم الخدمه بتاعتها. سيرفيس يعني حاجه معينه او سوفت وير جاي يقدم لي خدمه معينه، الخدمه دي بتعتمد على حسب نوع الداتا، يعني نوع الداتا هي بتحدد نوعيه السيرفيس اللي انا هاخدها، تمام؟ فالداتا هنا، الداتا هنا فايلات هيتعملها شير. ولوجز علشان عمليه المونيتورنج، عشان اشوف الدنيا بتاعتي ماشيه ازاي. يبقى كمان محتاج اعرف الداتا بتاعت السيرفيس دي موجوده فين. اخر حاجه اللوج فايل بتاعها موجود فين، علشان لو حصلت مشكله وعايز اتابع الراجل ده. خلاص، دولت 6 حاجات اساسيه محتاجين نعرفهم عن اي سيرفيس، وهتلاقوني في التراك الثالث كله، كل سيرفيس نتكلم في النظري زي ما احنا اتكلمنا كده، في العمل بتلاقوا دي اسطمبه ثابته، بكتب الحاجات دي زي ما هي كده. ودي تخليها كونسبت ليك انت. بعد كده في حياتك انت الشخصيه بتذاكر سيرفيس جديده اول مره تنزل، اول حاجه في اي سيرفيس جديده وانت بتذاكرها يا احمد ما تتوبش، لا لازم تبقى عارف 7 حاجات عنها. لازم تبقى عارف ايه؟ 7 حاجات. انا اديتك من ال7 حاجات 6. انا اديتك ازاي تعرف اسم الباكج يعني، او 6 حاجات لازم تكون يعني لازم في 7 حاجات اساسيه كده تكون عارفهم عن السيرفيس. انا اديتك ال6 اساسيات اللي هو لازم تكتبهم كده قبل اي سيرفيس، اسم الباكج، البورت بتاعها ايه، اسم السيرفيس ايه، الكونفيجريشن فايل، الداتا فايل، واللوج فايل. طب ايه ال7 بقى اللي هو الامبلمنتيشن او الجزء النظري بتاع السيرفيس. فاهمين ازاي؟ يبقى هم 7 حاجات، جزء نظري، واحد بس نظري، و6 خاصين بالعملي. النظري اللي هو السيرفيس دي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي وجات ليه واهميتها وفائدتها ومين اللي عملها واتعملت امتى والفيتشرز بتاعتها والديس ادفانتجز بتاعتها والحاجات دي كلها، دي اسمه النظري. وده انت بشويه قرايه بتعرفه، والجزء العملي انت بتحدده. طيب بلاش الرغي الكتير، اسم الباكج بتاعت الان اف اس عشان اسطبها وعشان افعلها عندي. باكج عندي اسمها NFS-utils. دي باكج بسطبها يا مينا، اول ما بسطبها الان اف اس بتبقى موجوده عندي كبروتوكول وكسيرفيس. تمام؟ الان اف اس بتلسن على مجموعه بورتات، ايه البورتات اللي بتلسن عليها؟ بتلسن على بورت 111 وعلى بورت 2049. خلاص كده يا شباب، بتلسن عليها على مجموعه البورتات دول. الاثنين تي سي بي ويو دي بي. تي سي بي ويو دي بي. طيب السيرفيس بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها NFS-server. كانت في ردات 6 كانت اسمها NFS بس، في ردات 7 اسمها NFS-server. خلاص؟ يبقى في ردات 6 كانت اسمها NFS بس. دي في ردات 6. طيب الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس دي موجود فين؟ موجود اي كونفيجريشن فايل احنا متفقين تحت الاي تي سي، تحت فايل اسمه اكسبورتس. الداتا فايل بتاع السيرفيس دي هي بتعمل ايه يا سوبك السيرفيس دي؟ بتشير فايل صح؟ يبقى هي بتشير فايلات في مكان محدد ولا اي مكان انا اختاره؟ اي مكان انا اختاره. يبقى اذا الداتا هنا مش هتبقى حكر على اي مكان، يبقى او مش هتبقى حاجه ثابته، يبقى اي دايركتوري انا اختاره. اي دايركتوري انا اللي هحدده، فعشان كده دي بتكون متسابه فاضيه انت اللي بتعملها بنفسك. تمام؟ اخر حاجه اللوج فايل، المسار الفايل اللي بتخزن فيه كل الكلام ده فاول لوج، الفايل اسمه مسجز. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. خلوني قبل ما ندخل في الجزء بقى نسطب ونعمل الكلام ده كله، انا كل اللي انا هعمله بس الكونفيجريشن فايل ده، لان الكونفيجريشن فايل بتاع السيرفيس دي للاسف فاضي، ودي اول كونفيجريشن فايل بتاع سيرفيس انت هتقابله فاضي ابيض.
ابيض، انت اللي بتبنيه من الصفر. طب هو صعب ولا سهل؟ اسهل من كتابه اسمك. يعني شفت انت بتكتب اسمك ازاي؟ هو اسهل بقى من كتابه اسمك. ده الفايل بتاعنا بتاع مين؟ بتاع اللي هو الفايل اسمه اكسبورتس. طبعا انت هتمسح الصور كلها، ودي الصوره النهائيه بقى بتاعت اللي هي دي الخلاصه يعني. احنا قلنا السيرفيس دي بتعمل ايه؟ بتشير فايلز لمين؟ لمجموعه ناس عن طريق الاي بي. بتشير كده وخلاص ولا لازم في بيرميشن معينه؟ بيرميشن معينه. يبقى اذا في 3 حاجات لازم يتكتبوا في الفايل. ايه الفايلات اللي انا عايز اعمل لها شير؟ ايوه. مين الناس اللي عايزهم يشوفوا الشير ده؟ يشوفوه ببرميشن ايه؟ يلا نشوف السنتكس ازاي. فاكرين الكرون جوب او الكرون تاب؟ فاكرين الاف ستاب؟ مش احنا قلنا الحاجات دي متقسمه لاعمده؟ نفس الفايل الراجل ده متقسم لاعمده، بس كام عمود؟ 3. متقسمين برضو ايه ل3. العمود الاول يا اسامه بحط فيه الدايركتوري اللي انا عايز اعمل له شير. بس المسار لازم لازم تكتب مش اسمه بس كده، لا مساره. تمام؟ العمود الثالث يا سبكي الثاني بحط فيه الاي بي اللي انا عايزه يشوف الشير ده، او نتورك كامله. مجموعه سبنت هم بقى يعيشوا بقى كل الناس اللي جايه من نفس الرينج دوت. جميل؟ العمود الثالث بقى اللي بحدد فيه البرميشن، وده قال لك خلي بالك العمود الثاني والثالث مهم جدا وركز معايا يا مهاب. العمود الثاني والثالث لازقين في بعض، مفيش بينهم مسافات، بس بيفصل ما بين بس الفاصل ما بينهم اللي هو قوس. يعني العمود الثاني بكتب فيه الاي بي او النتورك، العمود الثالث بيبقى لازق مباشره مفيش مسافه في العمود الثاني وبيبدا بقوس، وهنا بحط البرميشن بتاعتي. ولو عايز احط اكتر من برميشن، البرميشن الاولى كوما، البرميشن الثانيه كوما، البرميشن الثالثه وهكذا. طب ايه هي البرميشن اللي انت هتاخدها؟ هدي لك دلوقتي شويه برميشن بسيطه قوي. في عندي برميشن ري ار او، في ار دبليو، في سينك، في عندي حاجه اسمها روت اندرسكور سكواش، في عندي نو اندرسكور روت اندرسكور سكواش. ايه الحاجات دي كده بسرعه كده؟ ار او من اسمها ريد اونلي، ار او اللي هي دي ريد اونلي. هي دي السبيشال بيرميشن؟ لا الار دبليو اللي هي ريد رايت. سينك ده اوبشن بيتحط علشان عمليه السينكرونايزيشن اللي هي سيرفيس تعمل زي نظام ابديت لنفسها كل ثانيه كل ثانيتين. تمام؟ على انت بتحدده براحتك علشان الناس الكلاينت اللي عاملين كونكت بقى يحسوا بالحاجات الجديده ديت. خلاص؟ روت سكواش ونو روت سكواش. ايه قصه الروت سكواش والنو روت سكواش؟ فاكرين لما قلت فاكرين انا قلت لكم انتوا بتاكسسوا الشير ازاي؟ بتعمل ماونت صح؟ قلت لكم الماونت ده فيه ميزه وعيب. الميزه ان انت بتاكسس الملفات كانها لوكال عندك. العيب ان هي للاسف بتستهلك ترافيك من النتورك. نيجي بقى للميزه. احنا قلنا الملفات دي كانها موجوده عندك لوكال. كل المكن اللينكس او اليونكس بيكون فيه يوزر اسمه روت. صح؟ فانا في عندي المكنه اللي هي الكلاينت دي فيها يوزر اسمه روت. لما باجي اماونت الملفات من عند السيرفر هنا احطها عندي، انا شايف انا في عندي روت، والروت شايف الملفات دي كانها ايه؟ لوكال. كانها ايه؟ كانها لوكال. اليوزر روت كان بيعمل ايه زمان لما كانت السيرفيس دي معموله؟ كانت السيرفر بيقول ايه؟ الروت على الكلاينت زيه زي الروت على السيرفر على مستوى الملفات دي، يعني يعمل اللي هو عايزه. يعمل ايه؟ اللي هو عاوزه. طيب لا، قال لك استنى، ممكن يكون اليوزر ده هو اللي داخل لوجن روت، بس انا عايز اتعامل معاه كمعامله كلاينت. يعني ان هو ياكسس الملفات ديت ريد بس او ريد رايت او على حسب ما انا عايز. ليه السيرفر يتعامل معاه كانه هو روت بتاع السيرفر، يعني يعمل اللي هو عايزه. فعلشان كده راحوا عملوا لي 2 برميشن، حاجه اسمها روت سكواش ونو روت سكواش. ايه الفرق بقى من ده وبين ده؟ انتوا عارفين ايه هو السكواش؟ سكواش لعبه. كلكم اساتذه في الحته ديت. سكواش لعبه. طيب برافو عليك، هي دي الحته بقى، هي دي اللي انا عايز العب فيها، اللي هي ايه او نتكلم عليها، اللي هي الكره بترد لك تاني. لا طبعا السكواش السكواش كلعبه بتحس ان هي ايه يعني ليها نظام معين، اللي هو ايه؟ الاثنين لعيبه اللي بيلعبوا جوه صندوق مثلا، يعني غرفه كده مغلقه. الرول بتقول ان ما ينفعش حد يطلع بره ولا الكره تطلع بره، صح كده؟ يعني ده معناه ان هم ايه يا احمد؟ ان هم محكومين بالمكان ده، صح كده؟ محكومين بالاوضه ديت. خلاص؟ فراحوا عملوا لي حاجه اسمها روت سكواش. لما تيجي تقول روت سكواش،
ده معناه ان انا عايز اطبق فكره او خاصيه السكواش اللي هي عمليه التخنيق نفسها او الريستريكشن على الروت. فده معناه بقول للسيرفر يا سيرفر الروت بتاع الكلاينت طبق عليه خاصيه السكواش، فاذا هيتعامل معاه معامله الكلاينت. السيرفر هيتعامل مع الروت ده معامله ايه؟ معامله الكلاينت. اما نو روت سكواش يعني معناها بقول للسيرفر الاي بي ده ما تتعامل الروت اللي عنده ما تطبقش عليه خاصيه السكواش، الغيها خالص. نو روت سكواش اللي هو اتعامل معاه سيرفر اللي هو الروت على الكلاينت زيه زي على السيرفر، يلعب ويعيش حياته في الملفات. فهمنا الفرق ما بين الاثنين كده يا شباب؟ يبقى روت سكواش ده معناه ان انا عايز السيرفر يتعامل مع الروت بتاع الكلاينت، انت يا باشا في الاخر كلاينت. في الاخر ايه؟ في الاخر كلاينت. اما الروت سكواش لا، انا عايز اتعامل معاك يا باشا بفول بيرميشن. تمام؟ دي كان زمان لازم البرميشن دي تكتبها، لازم تكتبها، لكن باي ديفولت دلوقتي في ريدات 6 وريدات 7 باي ديفولت بقى ايه؟ بقت الطبيعي روت سكواش. بقت الطبيعي هي ديفولت، كتبتها ما كتبتهاش هو عاملها ديفولت كده عنده روت سكواش. هيتعامل مع الروت بتاع الكلاينت، انت كلاينت. انت روت بس على نفسك او روت على ملفاتك. برافو عليك يا مهاب، امسك نفسك جامد. خلاص؟ كده احنا خلاص خلصنا ايه؟ خلصنا الجزء النظري بتاع مين؟ الجزء النظري بتاع الان اف اس، كمان بالحاجات اللي احنا محتاجينها بالشغل دوت. يلا بينا بقى ندخل في الجزء العمل على طول. هنعمل مكانتين لازم في الحاله ديت عشان تطبقوا الكلام ده لازم يكون عندك مكانتين لينكس. فانا هعمل ايه بقى؟ هعمل حركه صايعه. مش هقدر اشغل مكانتين لينكس عندي، الجهاز هيولع وممكن يطلع حد من جوه كده يعني يعمل معايا الغلط. فاحنا نعمل ايه؟ هخلي الكلاينت اللي هي الفيرتشوال، والمكنه الفيزيكال اللي بره هخليها السيرفر. سوري انا اسف. الفيرتشوال هخليها السيرفر اللي هي الرداءات العاديه، وفي دوره اللي هي انا شغال بيها اللي هي الكلاينت بتاعي ده، الكلاينت ده هخليه هو الكلاينت هو اللي ياكسس الشيء عادي خالص بقى، دي ما فيهاش مشكله. تمام؟ طيب يلا بينا ندخل بقى على المكنه بتاعتنا ديت السيرفر بتاعي. اتفضل. والصنبه؟ ايه الفرق الملموس بين بالان اف اس؟ برافو عليك، سؤال حلو جدا. الان اف اس ديت سيرفيس بتشير ملفات، فاليوزر يقدر يفتح الملف من غير ما يعملوا داونلود، يعني مش محتاج ان الملف يبقى موجود عندك لوكال، لا انت بتفتحه من على السيرفر. اما الاف تي بي ما يسمحلكش ان انت تفتح الملف على السيرفر، لا لازم تعمله داونلود الاول عندك. هما الاثنين بيشيروا فايلز، يعني دي اسمها فايل ترانسفير بروتوكول ودي اسمها نتورك فايل شيرنج، يعني هما الاثنين بيعملوا ترانسفير للفايلز. بس الفرق ان فيس بتعمل ترانسفير للداتا للكونتنت وهو على نفس السيرفر، فانت بتفتحه وتشوف اللي انت عايزه وتعدل على السيرفر. لكن الاف تي بي انت بتشوف الملفات بس ما تقدرش تفتحها ولا تعدل ولا تعمل اي حاجه الا لما تعمله داونلود الاول عندك. يعني في اوفر هيد على السيرفر. الان اف اس ايوه فيها اوفر هيد طبعا عشان انت ايوه طبعا. في بروسيس اكتر من الاف تي بي. الابلود والداونلود بس. صح. انت الاف تي بي بيقول لك ايه؟ بيقول لك خد الملف عملت له داونلود خلاص العب فيه عندك لوكال، لكن ده انت بتلعب فيه على السيرفر. انت فاهم ازاي؟ ففي عشان كده قلت لك في ترافيك رايح جاي، وعشان كده قلت لك انت عشان تاكسس شيء لازم بتعمل له ماونت، والملفات دي كانها موجوده عندك لوكال، ففي مشكله ترافيك رايح جاي. فعلا في بروسيسنج، بس البروسيسنج على حاجتين اتنين. البروسيسنج على حاجتين اتنين، على النتورك اللي هو الان اي سي، على الان اي سي نفسها، وعلى ايه كمان؟ انا كنت فاكر الثانيه، تصدقوا نسيتها؟ لا سوري اللود على كابل النتورك نفسها او على الان اي سي، وعلى الترافيك وعلى حجم الترافيك نفسه. حجم يعني الان اي سي نفسه، لان انت ممكن يكون مثلا عندك الان اي سي 1 جيجا بت ايثرنت او ايا كان خلاص، لكن السيرفر لينكس مع السيرفر كسيرفر نفسه معلوش هيدا خالص، لانه بيقدر يعمل حاجات كتير جدا جدا. بتقول ايه؟ يعني انا فتحت الفايل وانت فتحت الفايل وانا عديت وانت عملت الحته دي واضحه في سينكرونايزيشن. زمان كان حد سالني الموضوع ده وقلت لك ديت بيعتمد على حاجتين اتنين، على حاجه اسمها الاس لينكس وعلى حاجه اسمها الفايل اتريبيوتس. اصبروا لما ناخد سبيشال بيرميشن والحته دي هتوضح شويه.
يعني هتوضح شويه يعني في حته الايديتنج عموما، لان انت ممكن اصلا في الايديت تحدد الايديت بتاع اليوزر يبقى فيه. يعني ممكن مثلا تقول اليوزر جمال يديت في الفايل ده بس من السطر الاول لل 20 بس، من السطر 21 لحد 40 تشوفه بس. الله، وانا اقدر اتحكم في الكونتنت نفسه. يا نهار ابيض. ايوه طبعا، ايوه طبعا. اصبر لما ناخد السبيشال بيرميشن هتشوفوها. الاثنين يفتحوا نفس الفايل في نفس الوقت. ينفع الاثنين يفتحوا نفس الفايل ويعملوا ايديت في نفس الوقت، مفيش مشكله. شايفين الكتاب تتكتب. أيوة يعني وان درايف مثلا بتاع مايكروسوفت او جوجل درايف، بتلاقي الفايل الوورد مفتوح مثلا اونلاين، بتلاقي لو واحد بيكتب، لو انت بتشيره بين اثنين بتلاقي ده بيكتب باين ان هو بيكتب قصاده، جايب لك اليوزر بيكتب كذا. فهل هو ده بيظهر عندي ولا ما بيظهرش؟ بيظهر طبعا، بيظهر طبعا، بس بيظهر في اللوجز. اللوجز بس، لكن اول ما يقفله في الاخر يطلع لك اللين بتاع ده بمجرد السيف. بس الاثنين يقدروا يفتحوا الفايل. طبعا. ليه عدد معين طيب يقدروا يفتحوا الفايل في نفس الوقت؟ اي عدد. طبعا انا رحت عملت انسرت للايزو بتاعتي، عملت انسرت لايزو هنا عشان حاجه بسيطه، ان انا بستخدم الماشينه اللي احنا سطبناها بالكيك ستارت. لو انتوا بصيتوا كده على الماشينه اللي انا فاتحها اسمها، هتلاقي اسم الماشينه من فوق اللي هي كيك ستارت في ام، اللي المكنه اللي اتسطبت بالكيك ستارت نفسها. خلاص، فانا بشتغل عليها. طبعا المكنه مش متظبط فيها الريبوزيتوري، فانا هظبط فيها الريبوزيتوري بسرعه. هقول له كده ميك دايركتوري تحت سلاش وليكن باكجز. هقول له كده يا ماونت، ادخل لي على ديف ستار 0، حطه لي على باكجز، واقول له كده في اي ام، خش لي جوه الاي تي سي. انا جوه الاي تي سي اصلا هكريت فايل اسمه لوكال دوت ريبو. ادخل كده لوكال الانيبلد والواحد الجي بي تي تشيك ايكوال 0، سيف واخرج يام كلين اول عشان افرغ اي ريبوزيتوريز موجوده اصلا. بعد كده يام ليست اول عشان اتاكد ان الريبوزيتوري بتاعي زي الفل بيجيب الداتابيز. تمام، رائع جدا. اول حاجه هعملها هروح اقول له كده يلا انجز بس الله يكرمك. هروح اقول له كده يا يوم بعد اذنك انا عايز اعمل عمليه انستول للراجل اللي اسمه nfs-utils. الراجل ده هيروح يسطب لي الباكج nfs-utils. اصلا غلط، يوتيلز انا كاتبها غلط. لا، اسطب الاول، هي اسطب الاول، اسطبها، لكن ارسترها افتحها بسيستم سي تي ال. طيب ما انا عايز اسطب ما انا الاول بسطب السيرفيس. تمام، رجع قال لي ان هي انستولد. خلاص كده يا شباب، رجع وقال لي ايه انستول. الخطوه اللي بعد، يبقى اول حاجه انا استخدمت الباكج اللي هي يوم انستول. بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي مين؟ البورت. طبعا انا لسه ما اخدش فايرول. اقول له كده يا سيستم سيتل انا عايز اعمل عمليه ستوب للفاير وول دي الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 3 السيرفيس هعمل لها انيبل. فانا اقول له كده يا سيستم سي تي ال انا عايز اعمل عمليه انيبل للNFS-سيرفر عشان احطها في الستارت اب عشان كل ما المكنه يشتغل لوحدها. قال له والله انا عملت لك لها اللينك. بعد كده اقول له كده يا سيستم سي تي ال انا عايز اعمل عمليه ستارت للNFS-سيرفر، عايز اشغلها عشان هي اكيد ما كانتش شغاله. فاول مره بتاخد وقتها شويه كده، بغض النظر اسيبها مع نفسها تشتغل وادخل في الكونفيجريشن فايل. تمام، الكونفيجريشن فايل هيتم ازاي؟ افتح ترميناليه ثانيه كده ظريفه. هقول له كده قبل ما ادخل على اي تي سي لازم اكريت الملفات اللي انا اعملها شير. فتخيلوا مثلا ممكن معايا نقول له كده ميك دايركتوري تحت السلاش دي، انا بكريت الدايركتوري اللي انا احط فيه الداتا واشيرها. اقول له كده ميك دايركتوري كريت لي دايركتوري وليكن يا مهاب اسمه سينيور. دايركتوري اسمه سينيور. عايز احط بقى داتا جوه سينيور ده. هقول له كده والله انا عايز جوه سينيور اكريت دايركتوري اسمه مثلا HR، وكاري دايركتوري اسمه ادمنز، وكاري دايركتوري اسمه سيلز. كفايه قوي كده. اصبح دلوقتي لو جيت اقول له ls-l على سينيور هلاقي ان في عندي 3 دايركتوريز. خلاص كده يا شباب؟ طيب زي الفل. عايز اعمل شير للراجل ده بقى. اروح اللي هنا لسه خلاص يا دوب رجعت الحمد لله. سيستم سي تي ال ستاتس nfs- عشان اتاكد ان هي اكتف وراننج زي الفل. تمام، اكزيت ديت اللي هي معناها لسه ما فيش عندها داتا تشيرها، هي شغاله بس ما عندهاش حاجه تعملها.
مفيش مشكله. هدخل بقول له كده في اي ام، ادخل جوه الاي تي سي فايل اسمه اكسبورتس، نفس الشكل اللي احنا عاملينه هنا. اول حاجه الملفات اللي انا عايز اعمل لها شير دايركتوري اسمه سينيور. طيب الشير ده عايزه يروح لمين؟ عايزه يروح للناس اللي جالي من النتورك دي. اول حاجه هروح هنا اقول له كده اف كونفيج الاي بي بتاعي اللي هو اخره 100، السبنت بتاعتي اللي هي ديت اللي هي 124. تمام؟ فانا هاجي اقول له كده هنا ايه 192 168 124. ممكن اقول له كده مثلا 50 ده معناه للمكنه دي بس. ده لو كده اي بي. مفهوم كده؟ لو جيت اقول له كده صفر مثلا على 24 او على حسب النت السبنت بتاعتك او النت ماسك بتاعتك عشان عدد الاجهزه اللي ما ده شغل نتورك بقى، شغل سي سي ان اي اللي هو عشان تحسب عدد الاجهزه. فانا هستخدم 24 عشان اقول ده الستاندرد اللي هو انا عايز 254 جهاز ياكسسوا الراجل ده. ناقصني بقى مين؟ البرميشن يا حسام. البرميشن قلنا لازم افتح قوس كده. عايز البرميشن تبقى عايزه مثلا ريد اونلي. ماشي يا سيدي، وكوما سينك. عايز ايه؟ سينك ده بيعمل زي نظام سينك في الثانيه مرتين. كل شويه في الثانيه بتعمل سينك مرتين، اللي هو لو حاجه اتضافت يعني مستحيل حاجه تقع بالظبط. اللي هي لو حاجه كده يعني في اقل من ثانيه كل الناس حاسس بيها. الايه؟ الايه؟ لو انت عايز تحدد مثلا في عندك اوبشن اسمه تايم اوت ايكوال مثلا 5. هي تايم اوت تايم صح كده. كل 5 ثواني كده. تمام؟ لكن لو جيت تقول له كده سينك دي معناها في الثانيه مرتين. ثواني، هو انا لو اديته تايم اوت ايكوال 5 مش هكتب سينك، هتبقى لا خلاص بقى مالناش دعوه خلاص. بس كل 5 ثواني بالظبط. خلاص كده يا شباب؟ طيب عايز تحط اكتر من برميشن، حضرتك معاك البرميشن كوما والبرميشن خلاص خلصت. خلصت. اسيف واخرج. اسيف واخرج عشان الوقت. بتفصل ما بين البرميشن والبرميشن بكوما، يعني البرميشن الاولى كوما، البرميشن الثانيه كوما، البرميشن يعني كوما بس. هو كده عارف ان اخر حاجه هي بالسينك. لا هو هيعمل الاثنين مع بعض، ريد اونلي وسينك. عشان احطها في نفس الكورس. هو لو خليتها ريد، لو انا عملت كده لو خليتها ريد اونلي بس ده معناه خلاص يا ريد اونلي، بس السينك بيتم اصلا ديفولت كل 5 ثواني. يعني لو يوزر ضاف او يوزر عدل حاجه او في ملف اتضاف على السيرفر، يعني الكلاينت مش هيحس بيه الا بعد 5 ثواني. انت فاهم ازاي؟ لكن لما اجي اقول له كده سينك نفسها ده معناه بقول له انا عايز الحاجه بمجرد ما تضاف كل الناس حست بيها. ليه؟ لان هو بيسينك مش مره كل 5 ثواني، بيسينك مرتين كل ثانيه. اكيد ترافيك عليها. ترافيك عليها. تمام؟ طيب كوما حط مثلا حاجه ثانيه مثلا ريد رايت كوما سينك دايما بتكون في الاخر يعني روت سكواش مثلا. لا طبعا ما ينفعش، الاثنين كونفليكت. عامه لما تحط ريد اونلي وريد رايت بيطبق ايه؟ بيطبق ريد اونلي. المور ريستريك دايما او الاقل دايما هو اللي بيطبق. انا اقصد بس انا بوري بس لحسام ازاي نحط اكتر من برميشن. لا انا مش حاطط اي بي، انا حاطط يعني هو اي بي يونيك عايز في السطر اللي بعده واجب برميشن تاني بالظبط كده. بالظبط. لو عايز حد تاني بقى مثلا واي بي خد الراجل ده مثلا، انا عايز مثلا الراجل ده تحديدا من كل الليسته ديت ياخد مثلا، والله انا عايزه ياخد ريد رايت. كنت هسأل برضه يعني عاوز اسال الحته دي. بمعنى كده كل النتورك واخده ريد اونلي وسينك بالظبط. بس انا عايز حد معين اعمل له اكسكلود وادي له حاجه معينه مفيش مشكله. ثاني بس هو هيقرا ايه؟ طب ما هو كده السوفت وير هيجي يقرا اول سطر هيلاقي ان النت دي اصلا واخده البرميشن ده خلاص، هو مديله برميشن اول سطر. فالمفروض كده يبقى العكس صح؟ كله الاخير دايما هو اللي بيتطبق. الاخير ولا الاول؟ الاخير دايما هو اللي بيتطبق. الاخير ولا الاقل؟ الاخير. لا لو كلهم في نفس السطر يعني يبقى الاقل. لما ابتدي لكن لو دي حاجه يعني لو مثلا عندي حاجه بتعمل ديناي وحاجه بتعمل الاو دايما الاخير هو اللي الاخير هو اللي بيتطبق. انت فاهم ازاي؟ مالهاش من الحته دي خالص. يعني لو عكست السطر ده هيبقى ريد اونلي. لو عكست السطر ده الراجل اللي هو 50 هيبقى ريد اونلي.
لو فعلا خليت السطر اللي هو بتاع 50 ده هو الاول، هو اللي بقى ريد اونلي. هو اللي اصبروا لما ناخد اباتش اكتر، ولما ناخد حاجات فيها ان الناس معينه اسمح لهم وناس معينه ارفضهم، تبقى تفهموها اكتر. اصبروا هتوضح اكتر. المهم اسيف واخرج. يعني انا كده احط الصغير الاول، احط الكبير الاول، بعد كده احط الصغير. صح؟ بالظبط كده. بالظبط، احط الكبير الاول بعد كده الصغير، عشان الصغير ده يتعمل له اكسكلود من الكبير. خلاص خلصت، ايوه وربنا خلص. اعمل ريستارت للسيرفيس بتاعتي. السيرفيس في تاني مره تعملها ريستارت في لحظه. اروح اجيب الستيتس بتاعت السيرفيس ديت. قال لي والله يا باشا دي اكتف راننج وزي الفل، بس لسه اليوزرات ما حدش اكسس منهم اي حاجه، وقالت لي ان هي عملت اكسكيوت للراجل ده عشان تتاكد ان الكومنت صح. فتمام، فرجع لها بسكسس، رجع لها كل حاجه، رجع لها بسكسس عندها. تمام زي الفل كده. خلاص مهمه السيرفر خلصت. مهمه السيرفر ايه؟ خلصت. يلا بقى مهمه الكلاينت، اخر حاجه الكلاينت. يلا نمسح اللي على السبوره. حد عايز اللي على السبوره؟ لا انت صورت صح؟ صور وبعد. هي الصوره الاخيره بس يا اسامه افضل، يعني اللي هو ايه يعني انت صورت في الاول اكتر من صوره. المهم الكلاينت يا شباب، الكلاينت ده راجل بيعمل ايه؟ بيأكسس الشير بس. الكلاينت ده راجل بيعمل ايه؟ بيأكسس الشير. علشان اكسس الشير لازم اول خطوه الكلاينت يعملها ان هو يعمل عمليه ديسكفر. يتاكد ان في سيرفرات عنده في النتورك، او السيرفر ده فعلا بيشير ملفات، صح؟ لان انا عايز اعرف مسار الملفات دي فين، صح ولا ايه يا سبكي؟ لازم اتاكد الاول، ما اسيبش الدنيا كده ماشيه وخلاص. طب رقم 2، بعد ما انت عملت عمليه ديسكفر، خلاص بقى يا باشا انت ممكن تعمل عمليه ماونت للشير. يبقى انت بتعمل عمليه ايه؟ ماونت للشير. طب ازاي بعمل ديسكفر؟ الموضوع بتاع الديسكفر سهل جدا. في عندي امر جميل جدا اسمه شو ماونت ماينس اي، وبعد كده بديله الاي بي بتاع السيرفر. شو ماونت ماينس اي وبديله الاي بي بتاع السيرفر. الامر ده بيروح يسال السيرفر، يقول له يا سيرفر انت عندك ملفات بتعملها شير ولا لا؟ ولو عندك اديني المسار بتاعها، واديني مين الناس اللي مسموح لها تشوفها، علشان اعرف انا نفسي من الناس ديت ولا لا. خلاص كده يا شباب. شو ماونت بايه؟ بيروح يسال السيرفر انت عندك ملفات بتعملها شير ولا لا؟ طيب جميل جدا. يلا نعمل الاول ايه؟ يلا نروح للسيرفر الاول، سوري نروح للكلاينت. هرجع كده للكلاينت اللي هي المكنه اللي بره بقى، اللي هي التيرمينال اللي بره. اول حاجه الاي بي بتاعي 100 اللي هو 124 100. اول امر اعمله شو ماونت زي الفل، الامر موجود. واقول له كده ماينس اي واديله الاي بي بتاع السيرفر. الراجل راح عمل ايه؟ قال لي والله يا باشا انا رحت بصيت على الاكسبورت ليست بتاعت السيرفر ده، لقيت ان في دايركتوري اسمه سينيور معمول له شير، وديت الناس اللي مسموح لها ان تشوفه. واحد يجي يقول لي طب الاي بي الثاني اللي هو 50 مش ظاهر ليه؟ اقول لك والله ما دام الاي بي بتاع 50 من ضمن الليسته دي ما يظهرش. ده الاي بي من ضمن الليسته ما يظهرش. ده هو كمان هنا مش ظاهر لك البرميشن، هو ظاهر لك مين اللي ينفع ياكسس وياكسسه ايه. لكن برميشن لما تيجي تاكسس بقى البرميشن هتطبق عليك. هو لو انا مش فاكر الصدر او فاكر الصدر الثاني، لو كتبت الكوماند ده من عند البرامج هيعمل ايه؟ هيظهر لك الثاني مش الاولاني. هو بيروح يبص على رينج، بيبص على ناس، يعني هو لو الاي بي ده مش في النتورك. لا لو الاي بي مش في النتورك هيظهر. لا الاي بي ده مش واخد، محدش واخده دلوقتي. انا ممكن احطه بنفسي وادخل اخد الامتحان. انت عندك المفروض دي اتش سي بي بيوزع بالماك. يعمل ريزرفيشن. لا ديت بقى ورك اراوند بقى يا باشا، دي ثغره. دي ثغره كده، دي ثغره ممكن حد يعملها. على ايه؟ ممكن انا اجي ادي نتورك كونفيجريشن المكنه بتاعتي لنفس الاي بي اللي هو واخد بيرميشن ريد رايت. ما هو يعني اي حاجه بالاي بي، حتى الفاير وول زمان لما كان خلاص بالاي بي كانت تعبانه. لو عامل 50 اكيد
لا ما انا قلت لك مع ال داب الدنيا اتظبطت، مع ال داب مالهاش دعوه باي بي، مع ال داب بقى بيوزر نيم وباسورد. ايوه اي اوثنتيكيشن بالاي بي ازاي؟ اي اوثنتيكيشن بيوزر نيم وباسورد ده كده قوي، لكن اي بي لا. ما قلت لك ما دي انا اول حاجه قلت لك دي ليميت او ليميتيشن من ضمن الحاجه دي. المهم قال لي والله فيكس بورت ليست. نيجي للخطوه الثانيه بعد كده اللي هي مين؟ ان انا الماونت. قبل الماونت في خطوه كده قبل الماونت ان انا لازم ايه؟ لازم الماونت او حاجتين. رقم واحد ان انا اكريت الماونت بوينت. تاني حاجه ان انا اعمل ماونت. صح؟ اول حاجه هاجي عندي كده هقول له كده ميك دايركتوري وبعد اذنك تحت السلاش كريت لي دايركتوري اسمه شير عشان احط الداتا عندي فيه اللي انا هجيبها من عند السيرفر. خلي بالكم ركزوا معايا. لو جيت اقول له كده ال اس للراجل اللي اسمه شير فاضي، ولو جيت اقول له كده دي اف ماينس اتش مفيش اي داتا جايه لي من عن طريق النتورك، كلها لوكال، والراجل اللي اسمه شير مش موجود عندي. تمام؟ ازاي بقى اكسس الشير دوت؟ هرانا الامر اللي اسمه ماونت. احنا عارفين الماونت صح؟ الماونت ده له سينتاكس ان انا بديله الديفايس بتاعي، بعد كده الدايركتوري اللي انا عايزه ياكسس. سوري انا اسف، الدايركتوري اللي انا عايز اعمل له ماونت بوينت فيه زي في الستورج كنا قلنا ماونت مثلا سلاش ديف، انا لسه عاملها ماونت سلاش ديف اس ار 0 على الدايركتوري. طيب الدايركتوري انا كريته خلاص، ما فيش مشكله، الدايركتوري اللي هو شير. طيب هنا بقى هنا الديفايس بتاعي ايه؟ الديفايس بتاعي مش دايركتوري، ده اي بي. فقال لك بقى انا بكتب الاي بي بتاع السيرفر. بعد ما تكتب الاي بي بتقول له كده كولون، بعد الاي بي كولون، وتاخد بقى حضرتك الدايركتوري اللي انت عايز تجيبه من عند الراجل ده اللي هو اصلا شو ماونت داش اي ادهوني. مفهوم الحته دي يا شباب؟ يبقى انا ده معناه بقول للسيرفر او بقول للراجل بتاعي ادخل على السيرفر ده كولون بقى، عشان اللي هو ايه اللي هيحصل بعد ما تدخل على الراجل دوت، ادخل على الدايركتوري اللي جاي لي من عند الشيء. عشان كده شو ماونت داش ايه فايدته ان هو يعرفني المسار، لان المسار ممكن يكون دايركتوري جوه دايركتوري جوه دايركتوري، فانا لازم اكتب المسار كله. مفهوم الحته دي يا شباب؟ كل اللي انا اعمله اروح ادوس انتر بس. خلاص الراجل جاب الشير، عايز اتاكد. لو انا جيت قلت له كده دي اف ماينس اتش هلاقي بقى في عندي ديفايس جديد جاي لي عن طريق مين؟ النتورك. بص طبعا لو جيت اقول له كده دي اف ماينس اتش تي كابيتال عشان يعرفني الفايل سيستم تايب، في ظهر لي ايه؟ ظهر لي عمود جديد اللي هو التايب. طبعا هلاقي كلها حاجات اسمها اكس اف اس، لكن مع الراجل ده هنا جايب لي البروتوكول اللي مستخدم في النتورك. البروتوكول المستخدم هنا ايه؟ ان اف اس 4 اللي هو ده الفيرجن. خلاص كده يا شباب؟ يبقى دي اف داش اتش تي عشان يجيب لي التايب. لو هو بارتيشن يعرفني التايب بتاعي، ولو هي حاجات جايه من النتورك يعرفني البروتوكول اللي انا بتكلم بيه. مفهوم كده يا شباب؟ لما هناخد الصنبه البروتوكول هيبقى حاجه ثانيه خالص غير ديت. ان الصنبه بروتوكولها غير مختلف. خلاص كده؟ وربنا خلاص كده. عايز اتاكد لو جيت اقول له كده ال اس تحت شير المره دي هلاقي الثلاث فايلات. لو انا خلي بالكم لو انا رحت للسيرفر انا كده خلاص خلصنا الان اف اس قبل 7. اصبر انا كده اعتبر فعليا خلصنا الان اف اس قبل الساعه 7:30 زي ما قلت لك يا مهاب. انا بجتهد ده كله عشان مهاب يصدقني مره، يعني عشان ما يجي ما يقوليش انا خلاص يعني فقدت الثقه فيك. طيب بص كده يا شباب، لو جيت اقول له كده في اي ام انا من على السيرفر يا في اي ام ادخل لي تحت الدايركت اللي اسمه سينيور، كريت لي فايل وليكن اسمه تيست دوت تكست. هفتح الفايل ده وهكتب فيه تيست مثلا داتا، اي داتا في اي حاجه. لو رحت كده عند الكلاينت طبعا لو جيت اقول له كده ال اس الفايل ظهر زي ما انتم شايفين. لو جيت افتح الفايل ده ركزوا بقى معايا تحت شير، افتح الفايل اسمه تيست دوت تكست. انا فاتح الفايل وشايف الداتا، بس بصوا على السطر اللي تحت بصوا ايه؟ ريد اونلي. عارفين كمان بصوا انا مين اصلا باكسس الشير باليوزر اللي اسمه ايه؟ روت. يبقى هي في الاساس روت سكواش. في الاساس ايه؟ روت سكواش. خلاص كده يا شباب؟ ناقص اخر حاجه بس، اخر حته
الشير ده لو انا عملت ريستارت راح. الماونت لو انا عملت ريستارت راح. ايه الحاجه اللي بتخلي السيستم كل ما يشتغل يجيب الماونت لوحده؟ البيرمنت اللي هو في ستاب. برافو عليك يا احمد. يبقى انا هدخل فين الخطوه الثانيه بتاع الماونت؟ في منه نوعين بقى. في ماونت ران تايم ده اللي احنا اخدناه صح كده، وفي ماونت اللي هو ايه؟ البيرمنت اللي هو موجود فين؟ موجود في الاي تي سي اف ستاب. الراجل ده كتابته في الاف ستاب سهل ولا صعبه؟ اسهل مما تتخيل. معروفه الاف ستاب عندنا الاف ستاب عندنا، حد فاكر التقسيمه بتاعته؟ كانت الاول الديفايس، بعد كده الدايركتوري. لا هنا الديفايس هنا مسار زي ما هو، مفيش يو اي. بعد كده الفايل سيستم تايب، بعد كده الاوبشن، بعد كده الماونت بوينت دي صفر ودي صفر ديت ثابتين صح كده؟ تعالوا نشوف الكلام ده. هروح اقول له طبعا دي اف ماينس اتش انا محتاجهم ضروري عشان اخد الراجل ده. يلا يا ابن الناس المحترمه، هاخد الراجل ده كده كوبي، واخد كمان الراجل ده ايه؟ كوبي. هقول له كده في اي ام ادخل لي جوه الاي تي سي في الاف ستاب، ادخل في سطر جديد فاضي، اقول له والله يا باشا انا عايز الديفايس بتاعي اللي هو الراجل ده نفس السطر اللي كتبته. الماونت بوينت بتاعتي اللي هو سلاش شير. الفايل سيستم تايب اللي هو البروتوكول. هنا كنت في الاول بكتب مثلا اكس اف اس، لكن ده مش فايل سيستم عادي، ده بروتوكول هو ان اف اس. لا ان اف اس بس، ان اف اس من غير فيرجن 4 ولا بتاع، هو ان اف اس بس البروتوكول. ده فيرجن 4 اللي بيعرفك ان ده الاصدار الاحدث، لكن هم في الاخر اسمهم ان اف اس. طبعا الاوبشن بتاعتي دي معروفه اللي هي الديفولتس. لا مش ديفولتس. لو كتبتها ديفولت بقى هي الحته دي بقى اللي انا عايزها. لو كتبتها ديفولت انت كده يعني ما ينفعش تبقى سيستم ادمن. ليه؟ الاف ستاب يا شباب من اخطر الملفات اللي في السيستم. كنت قلت لكم الكلام ده لما اخذنا الاستورج. الراجل ده لو في اي خطا وانت بتستارت الجهاز مش هيشتغل. الفايل ده لو في اي خطا وانت بتشغل الجهاز مش هيشتغل. ففي مشكله بقى. احنا عندنا دلوقتي سيرفر وده كلاينت صح؟ الكلاينت وهو بيبوت لازم يروح للسيرفر يجيب الداتا ويعمل لها ماونت عنده صح كده؟ مش وارد والكلاينت بيشتغل تكون النتورك فيها مشكله؟ مش وارد والراجل ده بيشتغل السيرفر يكون فيه مشكله؟ سواء مشكله نتورك او سواء مشكله عند السيرفر، الكوميونيكيشن ما بين الكلاينت والسيرفر هيحصل مش هيوصل. فاذا الماشينه بتاعتك عايزه تمونت الراجل ده اللي هو الاف ستاب، عايز تمونت الراجل ده بس السيرفر مش شغال، انا مش قادر اوصل له، الجهاز بقى كده يفضل واقف. ده لو انت عامل الاوبشن بتاعتك ديفولت. طب امال ايه الحل؟ قال لك والله استنى يا باشا، ده انت في عندك حاجه جميله جدا، اوبشن جميل جدا اسمه كده اندرسكور نت ديف. الاوبشن اللي اسمه اندرسكور نت ديف، تعالى الراجل ده كده ده اللي فات. الاوبشن اللي اسمه اندرسكور نت ديف ده اوبشن بيعمل ايه؟ قال لك والله الاوبشن ده بدل الديفولت. الديفولت معناها ما تشتغلش الا لما تعمل ماونت. الديفولت معناها ما تشتغلش الا ايه؟ لما تعمل ماونت. يعمل ماونت بالديفولت اوبشن بقى اللي هي ريد ورايت لليوزر وشويه الحاجات ديت. لكن النت ديف دي اختصار اصلا معناها نتورك ديفايس. ده اوبشن بيتحط للاف ستاب، بتقول للاف ستاب على فكره الراجل ده مش حاجه عاديه، مش لوكال، ده راجل عباره عن نتورك ديفايس، يعني حاجه جايه لي من النتورك، فانت حاول تروح تجيبها لي وليك وقت معين، هو تقريبا 40 ثانيه. الديفولت بتاعه 40 ثانيه، بيفضل يحاول لمده 40 ثانيه. لو خلاص فشل تماما ان هو يوصل عشان مشكله نتورك او مشكله سيرفر، يوقف الموضوع ده ويكمل بوت عادي، يتجاهلها. تمام كده يا شباب؟ يبقى الاندرسكور نت ديف ده اوبشن خطير جدا، علشان ده بيستخدم لو انت بتجيب حاجه من النتورك. فانت بتقول له نت ديف اللي هو نتورك ديفايس، ده معناه ان الراجل ده جاي من النتورك، حاول تجيبه، ما قدرتش ما توقفش عنده. ممكن هو بيقعد زي ما قلت 40 دقيقه، ممكن انا اقول له لا طب اقعد 10 ثواني بس، هقول له كده كوما التايم اوت بتاعك بيكوال مثلا 5 او بيكوال مثلا 10. ده معناه نتورك ديفايس، حاول تجيبه بس معاك 10 ثواني بس. بعد 10 ثواني لو ما قدرتش تجيبه سيبه، كبر دماغك منه. تمام؟ وفي الاخر طبعا ايه؟ 0 و0. يعني ايه المشكله تحصل؟ انا هنج الجهاز ولا لا لو انت كتبتها ديفولت
والمكنه دي فيها مشكله، الكلاينت بتاعك مش هيشتغل، اللابتوب بتاعك مش هيشتغل اصلا. اي مشكله في الاف ستاب وملهاش حل، الجهاز ما يشتغلش. يعني انا الجهاز لو خدته بره وانا كده لو انا عامل ديف ولو انت خدته، ايوه لو خدته بره مش هيقوم خالص، مش هيقوم لو اتنططت، لو فضلت من هنا قدامه لحد بعد بكره. حلو والله. لحد لما تروح الشركه تاني وتفعلها تاني بقى والجهاز يفتح، وتبقى تدخل بقى في السطر ده تشيله او تكتبها نت ديف او كومنت او لا او لو انت بقى لما تاخد بقى ترابل شوت اللي هو المره الجايه ان شاء الله، او ربما احاول ادولكم المره دي، تبقى ازاي بقى تدخل في الريسكيو مود وتدخل على الكيرنل وتعدل في السطر ده وتشيله بقى وتغير فيه. ادي معلش يا المره دي يا المره الجايه بكتير قوي. ازاي ندخل على الكيرنل؟ ما احنا ندخل الاثنين دول لو خلصناهم قبل الساعه 10. لا هنخلص، احنا خلصنا 7:30 كده، احنا خلاص خلصنا كده، احنا خلاص خلصنا مين؟ طب ثواني بس احنا قلنا الايه؟ ما انا هديكوا البريك بتاع الصبح. طب احنا بنشوف اليوزرز اللي مأكسسين الشير ده منين؟ من هناك بقى، من عند من السيرفر بقى اللي هو فار لوك مسج. خلاص كده يا شباب، اخر حاجه اروح اسيف الفيديو دوت. طبعا اسيف هنا تمام، اروح اسيف الراجل ده